أقوى الناس ماشي هما اللي كيهضروا بزاف، بل هما اللي كيعرفوا إمتى يسكتوا. تخيل معايا كتكون وسط الناس، كلشي كيهضر، كلشي باغي يبان، كل واحد كيقاطع الثاني، ولكن كاين واحد الشخص ساكت ما كيهضرش بزاف، ولكن ملي كيهضر الناس كاملين كيسكتوا. علاش؟ حيت الصمت عمره ما كان ضعف، الصمت قوة. كاين حكمة كتقول إذا كان الكلام من فضة فالصمت من الذهب. ولكن واش فعلا الصمت عنده تأثير على الإنسان؟ العلم كيقول نعم. 2013 داروا باحثين تجربة في جامعة فيرجينيا، جابوا مجموعة ديال الناس وخلاهم يجلسوا غير 15 دقيقة بلا تليفون بلا موسيقى بلا حتى حاجة، غير هما أفكارهم، والنتيجة كانت غريبة. أغلب الناس ما قادروش يتحملوا الصمت، بعضهم فضل يدير الصدمة كهربائية بسيطة في راسه على أنه يبقى ساكت مع أفكاره. هادشي كيبين بلي بزاف ديال الناس هاربين من الصمت، حيت الصمت كيخليك تواجه راسك، كيخليك تسمع داك الصوت اللي كنهربوا منه كل نهار. ولكن من جهة أخرى كاينة تجربة أخرى دارتها جامعة دوغ، لقاو أن دقيقتين فقط ديال الصمت كيقدروا يهبطوا التوتر أكثر من الموسيقى الهادئة. يعني الصمت ماشي فراغ، الصمت راحة للمخ. وكاين بحث آخر منشور في مجلة براين ستوكشر أوند فانكشن، الباحثين لقاو أن الصمت كيحفز نمو الخلايا الجديدة في المخ، خصوصا الجزء المسؤول عن الذاكرة والتعلم. يعني ملي كتجلس بشوية بوحدك وكتبقى ساكت راه ما كتضيعش الوقت، راه كتعطي لعقلك فرصة يرتاح ويرتب راسه. المشكل هو أننا تعودنا نهربوا من الصمت، كنفتحوا الهاتف مباشرة، كنسمعوا الموسيقى، كنقلب على شي فيديو أي حاجة، غير ما نبقاوش بوحدنا مع أفكارنا. ولكن الحقيقة الصمت هو اللي كيوريك شكون انت. في الصمت كتفهم علاش متوتر، في الصمت كتفهم شنو ناقص، في الصمت كتلقى أجوبة ما عمر حتى واحد يقدر يعطيها لك. وكاينه واحد الحقيقة قاسية بزاف، الناس في هذا الوقت ولات كتخاف من الصمت، حيت الصمت كيخليك تواجه داكشي اللي كتحاول تنساه. يمكن حزن قديم، يمكن خوف، يمكن إحساس بالفشل، يمكن حتى داك الفراغ اللي كتخبيه بالهاتف بالموسيقى وبالهضرة الزايدة. ولكن شنو كيوقع ملي كتهرب من الصمت كل نهار؟ كتبقى نفس الافكار في الداخل ديالك، نفس الضغط، نفس التوتر، غير كتغطى شويه بالضجيج فقط. واحد الدراسه اخرى من هارفارد ميديكال سكول، باحثين لقاو ان الدماغ ديال الانسان كيبقى خدام حتى الا كان ساكت، ما كيدير والو. بالعكس في هذه اللحظات المخ كيرتب الذكريات، يحلل المشاكل ويحاول يفهم المشاعر. هذه الحاله كيسميوها العلماء ديفولت مود نيتورك. يعني الصمت ماشي هو الوقت الضائع، الصمت هو الوقت اللي المخ ديالك يخدم فيه على راسك. يمكن لهذا السبب احسن الافكار كتجي الانسان هو ساكت. شي واحد جاتو فكره مشروع، شي واحد فهم علاش هو حزين، وشي واحد خدا قرار غير حياته كامله، ماشي وسط الضجيج ولكن وسط الصمت. حتى كبار القادة ومفكرين كانوا كيعرفوا قيمة الصمت. إسحاق نيوتن كان كيقضي ساعات بوحده، نيكولا تيسلا كان كيمشي يتمشى في صمت باش يرتب أفكاره، اينشتاين كان كيقول أن الهدوء والعزلة ساعدوا أكثر أي حاجة أخرى باش يفكر. حيت ملي كيبعد الإنسان شوية على الضجيج كيولي قادر يسمع الحقيقة، والحقيقة راسك عمرها ما غتسمع في الزحام. وكاينة حكمة كتقول ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال جاء وقته. بعض المرات القوة ماشي أنك ترد، القوة أنك تعرف بلي الرد ما غادي يبدل والو، وأن السكوت أحيانا كيعطي قيمة أكثر من 1000 كلمة. شحال من واحد ندم على كلمة قالها وهو معصب، ولكن قليل بزاف اللي ندم لأنه ساكت. حيت الكلمات تقدر تجرح، تقدر تخسر علاقات، وتقدر تخلق المشاكل عمرها ما كانت. أما الصمت كيعطيك وقت باش تفكر، باش تهدى، وباش تختار واش فعلا خاصك تهضر ولا لا. واحد الدراسة منشورة في Journal of Consumer Research لقاو أن الناس اللي كيسكتوا شوية قبل ما يجاوبوا كيبانوا أكثر ثقة وأكثر ذكاء في عيون الناس. علاش؟ حيت العقل ديالنا كيربط التسرع بالخوف، وكيربط الهدوء بالثقة. يعني حتى في الطريقة اللي الناس كيشوفوك بها الصمت عنده تأثير. الشخص اللي كيدار بسرعة ولا أي حاجة الناس كيسمعوا لكن ما كيبقاش في بالهم، أما الشخص اللي كيسكت كيشوف كيفكر من بعد كيهضر الناس كيبقاو حافظين كلامه. ولكن خاصنا نفرقوا بين جوج حوايج، الصمت اللي فيه القوة والصمت اللي فيه الخوف. إلا كنتي ساكت حيت خايف، حيت حاسب راسك ما عندك قيمة، أو حيت كتخلي الناس يهضروا عليك وانت كتبقى ساكت ديما، فهذا ماشي صمت قوي، هذا هروب. أما الصمت الحقيقي هو ملي تقدر تجاوب ولكن كتختار ما تجاوبش، ملي تقدر تدخل في النقاش ولكن عارف بلي ما عنده حتى فايدة، ملي تقدر تهضر بزاف ولكن كتعرف أن الكلمة في بلاصتها أقوى من 1000 كلمة. ومن أقوى الحوايج اللي كيعطيها لك الصمت هو السلام، حيت العالم كامل مزعج، كلشي باغي منك تكون حاضر، تجاوب، تتفاعل، تسمع، تشوف. حتى ولا العقل ديال الانسان عمره ما كيرتاح. لهذا خاص تعطيه واحد الوقت حتى الا كان غير 10 دقائق في النهار، بس بوحدك بلا تليفون بلا موسيقى بلا اي حاجه، وخلي الصمت يهدر. في الاول غتحس بالملل، من بعد غتحس بالتوتر، من بعد غادي تبدا تسمع بافكار، ولكن الا صبرتي غادي تلقى واحد الهدوء يعمر الضجيج ما يقدر يعطيلك. في الاخير تذكر ماشي اي شخص خاصك تشرح ليه، ماشي اي موقف خاصك ترد عليه. احيانا اكبر انتصار هو تبقى ساكت وتخلي الوقت يجاوب بلاصتك. من اقوى الحوايج اللي كيعطي لك الصمت هو الهبه. الشخص اللي كيدار بزاف الناس كيتعاود، الشخص اللي كيسكت بزاف كل كلمة منه كتولي عندها وزن. جرب اليوم تسد التليفون وجلس 5 دقائق بوحدك بلا موسيقى بلا ضجيج بلا هروب، غير انت وافكارك.
يمكن أول مرة غتحس بعدم الراحة، ولكن مع الوقت غتكتشف بلي الصمت ماشي عدو. الصمت هو المكان الوحيد اللي كتسمع فيه راسك بصح. ولكن واش عمرك تسألت علاش بعض الناس كيهربوا من الصمت أكثر من أي حاجة أخرى؟ حيت الصمت كينزع عليك كلشي، كيحيد الضحك المزيف، كيحيد الدور اللي كتلعب قدام الناس، كيحيد الضجيج اللي مخبي بيه ضعفك. في الآخر كيبقى غير انت. وهاد اللحظة بالضبط هي أصعب لحظة عند بزاف ديال الناس، حيت ملي كتبقى بوحدك كيبدا العقل ديالك يطلع كلشي، أخطاء، الندم، كلمات اللي تمنيت ما تقولهاش، أشخاص اللي خسرتي، أحلام اللي كنتي باغي تحقق ولكن كل مرة كتأجل. يمكن لهاد السبب كاين ناس ما يقدروش يبقاو دقيقة بلا تليفون، بلا فيديو، بلا موسيقى، بلا شي حد يهضر معاهم، ماشي حيت كيبغيو الضجيج ولكن حيت خايفين من داكشي اللي غيسمعوا في الداخل ديالهم. ولكن الحقيقة اللي قليل كيهضر عليها هي أن الإنسان مكيقدرش يهرب من راسو للأبد. يمكن تهرب نهار، أسبوع، شهر، ولكن غيجي واحد الوقت تلقى راسك مضطر توقف وتسمع. في الصمت كتعرف شنو باغي تكون، وفي الصمت كتعرف شنو خاصك تبدل، وفي الصمت كتعرف بلي كاين فرق كبير بين الحياة اللي عايشها والحياة اللي فعلا بغيتي. علم نفس تيقول أن الإنسان اللي يبقى طول الوقت وسط الضجيج والمعلومات، الدماغ ديالو كيدخل في حالة ديال الإرهاق، كيولي مكيعرفش يفكر مزيان، كيولي متوتر بسرعة، كيولي ما عنده حتى التركيز. وهذا هو السبب علاش بزاف ديال الناس اليوم حاسين براسهم عيانين حتى إلا ما داروا والو. ماشي الجسد ديالك هو اللي عيان، العقل هو اللي عيان، من كثرة الأصوات، من كثرة الأخبار، من كثرة المقارنات، من كثرة التفكير. ولهذا الصمت ماشي رفاهية، الصمت حاجة ضرورية، بحال النعاس، بحال الراحة، بحال النفس. كاينين شركات كبار في العالم ولات كطلب الموظفين ديالها دقائق ديال الصمت في الخدمة، لقاو أن الإنسان ملي كيهدا شوية التركيز ديالو كيرجع والإبداع ديالو كيطلع. حتى الرياضيين الكبار قبل أي مباراة كيلقاو راسهم بوحدهم ساكتين، كيحضروا عقلهم، كيعرفوا بلي القوة الحقيقية ماشي غير في الجسد ولكن في العقل الهادئ. تخيل معايا جوج ديال الناس، واحد كيدير أي حاجة، كيشرح راسو ديما، كيجاوب على أي كلمة، وكيحاول يقنع الناس بيه طول الوقت، والآخر هادئ ما كيهدرش بزاف ولكن عارف راسو ما كيحتاجش يبرر أي حاجة. شكون في النظر ديالك غيبان أقوى؟ غالبا الثاني، حيت الإنسان اللي مرتاح مع الصمت ديالو غالبا مرتاح مع راسو. والإنسان اللي ما كيقدرش يبقى ساكت بزاف ديال المرات كيكون خايف، خايف ما يبانش، خايف يحكموا عليه الناس، وخايف يواجه الفراغ اللي في الداخل ديالو. الصمت حتى في العلاقات عنده معنى. مرات الصمت بين جوج الناس كيكون أصدق من ألف كلمة. إلا كنتي مرتاح مع شي واحد حتى وإلا نتوما ساكتين فغالبا هاد الشخص قريب ليك بزاف. أما إلا كنت مضطر ديما تعمر الفراغ بالكلام ممكن العلاقة ماشي قوية كيف كتبان. حتى في المشاكل ديالك الصمت عنده قوة. بلي شي حد كيستفزك أو الحاجة كيكون باغي هي أنك تغضب، انك تجاوب، انك تدخل في نفس اللعب، ولكن ملي كتبقى هادئ كتربح حيت تخلي العقل ديالك فوق المشاعر ديالك. الصمت ما كيعنيش انك ضعيف، بالعكس بعض المرات خاص قوه كبيره باش تسكت، باش ما تقولش داك الكلمه اللي جايه على لسان، باش تخلي الوقت يدوز. حيت بعد المعارك افضل طريقه باش تربحها ما تدخلش ليها اصلا. ويمكن اكبر مشكله في هذا الزمان هي ان الناس ولات كتبغي تجاوب بسرعه، تكتب بسرعه، تحكم بسرعه، تغضب بسرعه، ما كاينش وقت للتفكير. ولكن الانسان الحكيم هو اللي كيخلي بالاحساس والرد شويه ديال الصمت، ثانية، دقيقة، وحتى النهار كامل. حيت في داك الوقت كتبدل بزاف ديال الحوايج، الغضب كنقص والحقيقة كتبان. يمكن دابا انت كتسمع ديك الكلام عندك في بالك واحد الحاجة اللي هارب منها، واحد القرار، واحد الجرح، واحد الحلم، وواحد الخوف. جرب اليوم ما تهربش، جلس مع راسك حتى إلا كان غير 10 دقايق، طرح لراسك سؤال واحد: شنو الحاجة اللي كنحاول نغطي عليها بالضجيج؟ يمكن الجواب غيكون صعيب ولكن يمكن حتى يكون هو أول خطوة باش تبدل حياتك فيها. وكاين جانب آخر للصمت قليل اللي كهضر عليه. الصمت ماشي غير شي حاجة كديرها باش ترتاح، الصمت يقدر يبدل الشخصية ديالك كامل. حيت ملي كتبدا تقضي وقت مع راسك كتبدا تكتشف حوايج ما كنتيش كتشوفهم، كتولي كتلاحظ شنو كيأذيك وشنو كيخليك ضعيف، وشنو الناس اللي كيستغلوك، وشنو العادات اللي كتحطمك. بشويه بشويه بزاف ديال الناس كيبقاو سنوات كاملين عايشين نفس الحياة، نفس المشاكل، نفس الأخطاء، عمرهم وقفوا مع راسهم، عمرهم وصلوا راسهم: واش أنا فعلا مرتاح؟ واش أنا عايش في الحياة اللي بغيت؟ أنا تبدلت ولا غير تعودت؟ حيت بعض المرات الإنسان مكيكونش بخير ولكن كيولي متعود ميبانش، كيضحك، كيخرج، كيهضر، ولكن من الداخل ديالو تايه. والصمت هو الحاجة الوحيدة اللي كتقدر تكشف ليك هادشي، لأنك ملي كتهرب مكتعطيش الفرصة للحقيقة تبان. أما ملي كتسكت كلشي كيبان. ويمكن هذا السبب أكتر لحظة تغير في الحياة الإنسان كتكون في الهدوء ماشي في الضجيج. الإنسان ما كيتبدلش وسط الناس، كيتبدل ملي كيكون بوحدو داك الليل اللي ما كيقدرش ينعس، داك الوقت اللي كيحس فيه باللي خاص يبدل شي حاجة، داك الصمت اللي كيخليه يعترف بالحقيقة. اعتراف شحال من مرة كنت عارف بلي شي حاجة كتأذيك ولكن بقيتي فيها؟
شحال من مرة كنتي عارف بلي شي شخص ما صالحش ليك ولكن بقيتي معاه؟ شحال من مرة كنتي كتهرب من قرار من الخوف من الحلم حيت ما كنتيش باغي تواجه راسك؟ الصمت يخليك تواجه الأسئلة، وهذا الشيء مؤلم ولكن ضروري. بحال إلا عندك جرح إلا بقيتي مغطيه عمره ما غادي يبرى، خاصك تشوفو، خاصك تحس بيه، وخاصك تقبل باللي كاين. من بعد عاد يقدر يبدا يبرى. ونفس الشيء بالنسبة للنفسية ديالك، إلا بقيتي كل نهار غارق في الضجيج ما عمرك غتعرف شنو فيك، وغتبقى غير كدور في الحلقة. لهذا بعض الناس كيخافوا من الصمت، حيت الصمت كيبدلهم. ماشي أي واحد مستعد يتبدل، حيت التغيير الحقيقي كيبدا ملي كتبدا تشوف الحقيقة. والحقيقة مرات ما كتكونش مريحة. يمكن تكتشف بلي راك كتعيش باش ترضي الناس، يمكن تكتشف بلي راك ضايع، يمكن تكتشف بلي راك قوي أكثر مما كنتي كتصور. ولكن على الأقل غتعرف أحسن ألف مرة غتعرف الحقيقة المؤلمة أنك تبقى عايش كذبة مريحة. كاين واحد النوع ديال الصمت خطير بزاف، الصمت اللي كنديرو على المشاكل ديالنا ملي كتكون محتاج مساعدة ولكن كتسكت، ملي كتكون مجروح ولكن كتقول أنا بخير، ملي كتكون عيان نفسيا ولكن كتكمل عادي. هذا ماشي صمت القوة، هذا صمت كيكسرك من الداخل. الصمت الحقيقي ماشي أنك تخبي الألم، الصمت الحقيقي هو أنك تسمع الألم وتفهمه، من بعد تلقى طريقة باش تواجه. يعني خاصك تعرف امتى تسكت، امتى تهضر، امتى تخلي الوقت يجاوب، امتى خاصك انت تقول اللي في قلبك. ومن اكثر الحوايج اللي يقدر يعلمك الصمت هي انك ماشي مضطر تشرح راسك لكل شيء. بزاف ديال الناس كيضيعوا طاقاتهم كامله في محاولة انهم يخليو الناس يفهموهم، يشرح، كيبرر وكيعاودوا، في الاخر ما كيتبدل والو. ولكن ملي كتولي مرتاح مع راسك ما كتبقاش محتاج موافقة اي حد، ما كتبقاش محتاج كل شيء يفهمك، وما كتبقاش كتحاول تثبت قيمتك. حيت القيمة ديالك ماشي في شنو كيقول عليك الناس، القيمة ديالك في شنو كتعرف على راسك. وانا كيبان اقوى نوع ديال الصمت انك تبقى هادي. واحد العالم كامل كيحاول يستفزك انك تبقى ثابت. في واحد الوقت كلشي فيه متوتر انك تسمع لراسك. في واحد الزمان كلشي فيه كيهضر. وفي الاخير يمكن الصمت ما يعطيكش الجواب بسرعة، ولكن على الاقل يعطيك فرصة باش تسمع السؤال الحقيقي. والانسان اللي سمع السؤال الحقيقي ديالو خليه يبان غادي يلقى الطريق.